اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا سنتر هاف. احنا لسه مع لقاء القمة، والنهاردة ميعادنا مع النادي الاهلي. الاهلي بيلعب 4-2-3-1 او 4-4-2 مهاجم تحت التاني. الاهلي بيعتمد في فتح الملعب على الاتنين باكات، في المقابل بيسيب الاتنين بتوع خط الوسط ما بيتقدموش. تريزيجيه احسن مكان ليه بيكون على الشمال، يا اما بيدخل على رجله اليمين ويعمل عرضيه، يا اما بيقطع ويخش شوط. رمضان صبحي كمان احسن مكان ليه بيكون على الناحيه الشمال، بس رمضان بيدخل بالكره جوه منطقه الجزاء وبيلعب على الجون على طول. في الناحيه اليمين بيكون موجود وليد سليمان بيشتغل من تحت اكتر مع نص الملعب ومع عبد الله السعيد صانع الالعاب. الاهلي بيعتمد على منطقتين لصناعه اللعب، المنطقه الاولى ورا نص الملعب، وبيقوم حسام غالي بدور الديب لاين بلاي ميكر او صانع الالعاب المتاخر لان عنده رؤيه ممتازه. المنطقه الثانيه ورا الهجوم، ودي بقى بيقوم بيها عبد الله السعيد. نتكلم بقى عن نقاط ضعف الاهلي. 1. الباك الشمال سواء صابر رحيل او حسين السيد ضعاف دفاعيا، وخصوصا ان السنتر باك اللي جنبهم اللي هو محمد نجيب فيه اللي مكفيه. 2. الاتنين سنتر باكات بتوع الاهلي اصلا مش بيعرفوا يتعاملوا مع الكور اللي بتتلعب طويله في ظهرهم. 3. على قد ما حسام غالي لعيب مهم جدا هجوميا وفايتر دفاعيا، الا انه ساعات الكره بتتقطع منه في اماكن تودي في 60 داهيه. 4. بعد اصابه عمرو جمال ومشاكل عماد متعب، الاهلي ما عندوش مهاجم ثابت هداف بيجيب اجوان بشكل مستمر طول الموسم. السؤال بقى هو ازاي الاهلي ممكن يكسب الزمالك؟ لو انت ما اتفرجتش على الحلقه اللي احنا عملناها عن الزمالك، دوس هنا روح اتفرج عليها وبعدين تعال نكمل. 1. الباك اليمين بتاع الزمالك اللي هو حازم امام لاعب هجومي جدا، لازم يلعب عليه لاعب عنده قدرات دفاعيه، ولو قارنا بين تريزيجيه ورمضان، تريزيجيه هيكون احسن على الشمال. 2. نقطه قوه الزمالك متمثله في ايمن حفني، لازم حد يراقبه مان تو مان، بس المشكله لو اتمسك من الباك اللي قدامه مكانه هيبقى فاضي لان ايمن حفني بيدخل لجوه الملعب. الحل ان يبقى فيه دبل ماركينج عليه من تريزيجيه وصبري، ولو دخل نص الملعب بيستقبله عاشور. 3. الزمالك عنده مشكله في نقل الكوره من الدفاع للهجوم، عشان كده الاهلي لازم يضغط عليه من نص ملعبه بخط دفاع عالي، وما يخافوش من الكره الطويله اللي في ظهر الدفاع، لان باسم مرسي مش من نوعيه المهاجمين اللي بيجروا من ظهر المدافع. باسم مرسي بينزل يستلم في نص الملعب. 4. طبعا ان تريزيجيه هيلعب على الشمال مش معناه ان رمضان ما يلعبش، احنا قصدنا ان رمضان هيلعب على اليمين، وده لاكتر من سبب. الاول ان حماده طلبه لو لعب على الشمال ما عندوش الاضافه الهجوميه، وبالتالي رمضان مش مضطر يقوم بواجبات دفاعيه وهيوفر مجهوده كله للهجوم. النقطه الثانيه ان لو سمير هو اللي هيلعب في الباك الشمال فرمضان هياكل عليه عيش للصبح. بصم يا سلام، انما بص الولد يعني متحرك، ما كانتش موجوده دي في غيابه بصراحه ربنا. فكره 2 مهاجمين مع نص ملعب الزمالك ده مش هتنفع، لان الزمالك نص ملعبه قوي والاهلي ما عندوش استعداد انه يضحي بلاعب من نص الملعب لحساب لاعب مهاجم. علشان كده عبد الله السعيد لازم يلعب على حساب واحد من 2 مهاجمين ويضغط على ابراهيم صلاح طول الوقت. رساله الى لاعبين الاهلي، مش مهم تاخدوا الدوري السنه دي، المهم تهز ثقه المنافس في نفسه علشان الموسم اللي جاي. وفي النهايه حابين نقول انه في الليله الغبراء يفتقد القمر.